من 100 سنة فاتت ما كانش في حاجة اسمها إسرائيل. كانوا اليهود منتشرين ومشتتين في كل الأرض، في الدول العربية والأوروبية والإسلامية، ومنهم اللي كان عايش في وسطينا في الدول العربية. وعندنا في مصر في حي كامل اسمه حارة اليهود موجود لحد دلوقتي. في الوقت ده كان بناء وطن قومي لليهود مجرد فكرة، كانوا عاوزين يعملوا بلد أو وطن أو مكان يلم كل اليهود اللي مشتتين في كل الأرض، مكان واحد يجمعهم كلهم، إيمانا منهم إن اليهودي ما ينفعش يختلط بباقي البشر، وإن لازم يكون في وطن قومي لليهود، والأهداف تانية كتير مش مهم نذكرها دلوقتي. إيه اللي حصل؟ وإيه الأحداث اللي تمت خلال السنين اللي فاتت؟ وإزاي الفكرة دي بقت حقيقة وواقع؟ دي برضو حاجات مش مهم نذكرها دلوقتي. انت اكيد الفترة اللي فاتت شفت فيديوهات كتير بتتكلم عن القصة بالتفصيل. موضوعنا دلوقتي ان ده حصل في خلال 100 سنة ويمكن اكتر. 100 سنة من التفكير والتخطيط والاحداث والمهام الموكلة لكل شخص او لكل مجموعة. 100 سنة من الشغل والمثابرة والمقاومة العالمية لفرض الوضع. 100 سنة كانت كفيلة انها تحول الفكرة من كونها مجرد فكرة لانها تكون حاجة بالفعل موجودة على ارض الواقع. وهو ده بالظبط تفكير اليهود، وهي دي الطريقة اللي اليهود دايما بيكسبوا بيها المعارك طويلة الأمد، طريقة النفس الطويل. اليهود عندهم صبر وجلد وطولة بال انهم يحققوا اللي هم عايزينه. مش مهم ان اللي هم عايزينه ده يتحقق دلوقتي حالا، ولا مهم انه يتحقق وهم عايشين اصلا، المهم انه يتحقق. يعني من 100 سنة لما اسرائيل كانت مجرد فكرة، كل اللي بدأوا في تنفيذ الفكرة دي وقتها مش موجودين دلوقتي، ماتوا، ويمكن ماتوا قبل ما ده يتحقق كمان، ويمكن كمان كان عندهم ايمان ان ده مش هيتحقق وهم عايشين ولا هيشوفوه، بس كان عندهم يقين وايمان ان مع الصبر واستمرار المحاولات هيتحقق. وقد كان، وبالفعل نجحوا في بناء وطن قومي لليهود. ومش بس وطن او مجرد ارض تلمهم، لا، دي بقت دولة، ودولة قوية ومتقدمة علميا واقتصاديا وعسكريا، دولة مسيطرة على معظم اعدائها ومتحكمة فيهم كمان، دولة مهتمة بالتعليم والبناء وتربية النشء على معتقداتها وافكارها. بس ده طبعا ما حصلش في يوم وليلة، ده حصل على مدار 100 سنة. ناس منهم كتير ضحوا عشان ده يحصل، سواء تضحية مادية او نفسية، او حتى تضحية بمكان امن كان عايش فيه وقرر يسيبه ويجي بنفسه لعدم الامان عشان الهدف الاساسي يتحقق. تخيل معايا من بداية ظهور الفكرة دي، لو كل واحد منهم كان فكر في استحالة حدوثها أو عبثية الفكرة أصلا وعدم منطقيتها. إزاي يعني هنروح نقول لناس امشوا، ده مش مكانكم، ده مكاننا احنا؟ تخيل لو كل واحد فكر في نفسه وفي مستقبله الفردي بس، وقرر يفضل في المكان وفي البلد اللي هو عايش فيها، ولا يهاجر ولا يتعب نفسه. تخيل لو كل واحد منهم قرر إنه يتفرج على المشهد من بعيد وقعد مكانه يدعي لإخواته وربنا ينصرهم في إنشاء وطن يجمعهم. تخيل لو كل واحد منهم كان استقل بدوره اللي ممكن جدا يكون قليل فعلا، بس مع ذلك نفذه بدون تراخي عشان الهدف الأساسي يتحقق. تخيل لو كل ده حصل، كان زمان الفكرة مجرد فكرة. عاوزك تتخيل نفسك أو تحط نفسك مكان واحد يهودي عايش سنة 1930 في بلد مستقرة، وباني أسرة مستقرة، وعايش حياة مستقرة، وشغال شغلانة مستقرة، وفجأة اتطلب منك إنك تسيب كل الاستقرار ده وتهاجر لمكان جديد. انت عارف ومتأكد انك مش بس مش هتلاقي استقرار، لا، ده انت متأكد انك هتلاقي مطاردة ومقاومة، لان وجودك هيكون غير مرغوب فيه اصلا من صحاب المكان الاصليين. بس انت لازم تعمل ده عشان تحقيق هدف عام. ممكن تموت عادي قبل ما يتحقق او تشوف نتائج تضحيتك دي. هتعمل كده اكيد بدون تردد؟ هترفض، صح؟ انا لو مكانك بصراحه هفكر مليون مره. هما بقى ما رفضوش. هو في كتير منهم هاجر بسبب الاضطهاد اللي كان عايش فيه، بس في كتير منهم برضه هاجر وساب الاستقرار اللي كان عايش فيه عشان تحقيق هدف جماعي اهم عنده من استقراره تاني، حتى لو مش هيتحقق في حياته، وحتى لو مش هيشوف نتائج تضحيته. وهو ده باختصار تفكير اليهود. احنا بقى مش كده، لا يا باشا، انا عاوز انصر اخواتي دلوقتي. قول لي حاجه اعملها دلوقتي اثرها يبان دلوقتي واشوف نتيجتها دلوقتي. قول لي حاجه اعملها تخلص الموضوع ده. هو احنا لسه هنعمل خطه ل100 سنه قدام عشان ننصر اخواتنا؟ لسه هنخطط ونفكر ونتكتك ونقسم ادوار ومهام عشان احقق هدف مستقبلي ممكن يتحقق بعد ما اموت اصلا؟ لا معلش، انا عاوز اعيش مشاهد النصر، انا عاوز اكون من جند الاقصى، انا عاوز اصلي في المسجد الاقصى بكره، وكل واحد فينا عاوز يلف شال فلسطين على وشه ويقعد قدام خلفيه خضراء ويطلع يقول خطاب كل يومين الساعه 8 والناس كلها تحلف بكلامه وتقعد تستنى هيقول ايه. كل واحد فينا عايز يكون ليه دور قيادي مؤثر في الوقت الحالي، ومحدش قابل انه يقوم بدور بسيط حتى لو هيكون فعال. محدش راضي بمكانه ولا بدوره، فمحدش بيعمل حاجه، فمفيش حاجه بتتغير. وتيجي تبص في حياة اللي عايز يكون ليه دور قيادي ده، هتلاقيه من اول ما وقع على وش الدنيا وهو مش عارف هو عايش ليه اصلا. لا ناجح في علاقته بربنا ومؤدي حقوق ربنا اللي عليه، ولا ناجح في دراسته ومتفوق فيها وبيعدي بالعافية
وبالغش وكل سنة يطلع بمادة ولا 2، ولا ناجح في شغله وقايم بمسؤولياته، ولا ناجح في علاقته بأهله وبرهم ورضاهم، ولا حتى ناجح في علاقته مع نفسه ولا فاهمها ولا عارف يسيطر عليها، ويقول لك بس يفتحوا لنا بس الحدود، يفتحوا لنا بس الحدود وشوف احنا هنعمل ايه. هتعمل ايه؟ هتتهرس يا ابني. انت ما بتصليش في المسجد اللي تحت بيتك، عاوز تصلي في الاقصى؟ ده انت مش قادر تجاهد نفسك وتمنعها عن الحرام. هتقدر تقف في وش عدوك وجها لوجه؟ هو انت فاكر ان الصبر والثبات اللي اخواتنا فيه هناك ده اتبنى كده في يوم وليله؟ لا يا حبيبي، اخواتك هناك بيحضروا نفسهم من سنين، وانت ولا انت هنا في عز ما انت غرقان في الدنيا وفي ملذاتك وفي شهواتك وفي حياتك اللي انت مش عارف تعيشها صح اصلا. هم هناك كانوا بيستعدوا وبيجهزوا نفسهم للايام اللي احنا فيها دي وللايام اللي جايه. فاوعى تفتكر انك لو رحت وقفت معاهم دلوقتي هتقف نفس وقفتهم، الا لو كنت محضر نفسك صح ومجهزها للوقفه دي. انت ممكن جدا يكون ليك دور، ودورك موجود، ودور كبير كمان، ودور فعلا مؤثر وهيغير، بس لسه ما جالكش عشان انت لسه مش مستعد ولسه ما تستحقهوش. فابدا اعمل ده دلوقتي عشان تنصر اخواتك، لان النصر مش هيجي الا على ايد رجاله. ابدا من دلوقتي غير حياتك وطور من نفسك نصره لاخواتك. ابدا من دلوقتي صلح علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، وعلق قلبك بالمساجد وبالقران وبالصلاه. ابدا اتعلم سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم دينك. ابدا من دلوقتي حافظ على صلاه الفجر. ابدا اتعلم عن القضيه وعلمها لغيرك واعرف كل تفاصيلها. ابدا ظبط بوصله حياتك واهدافك. اللي بيحصل دلوقتي ده خط زمني فاصل في حياة الأمة، واللي بعده مستحيل يبقى زي اللي قبله، واللي جاي مستحيل يبقى زي اللي فات. اللي جاي عاوز رجالة، عشان اللي جاي نصر بإذن الله. واوعى تستقل بدورك أو بأي حاجة تعملها مهما كانت بسيطة. لو مش عارف تنصرهم غير بالتبرع اتبرع. لو مش هتعرف تعمل حاجة غير الدعاء ما تبطلش تدعي. حتى لو مفيش في إيدك غير المقاطعة قاطع، بس المهم إنك ما تكونش بتتبرع وبتقاطع وبتدعي وإنت زي ما إنت محلك سر ومفيش حاجة بتتغير في حياتك. يبقى مفيش حاجة هتتغير خالص. اسأل نفسك من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة ايه اللي اتغير في حياتك؟ ايه القرارات اللي خدتها؟ ايه الحاجات اللي بطلت تعملها؟ وايه الحاجات اللي بدأت تعملها؟ هل انت قبل 7 أكتوبر هو انت اللي قاعد بيسمعني دلوقتي، ولا اتغيرت للأحسن؟ لو لسه زي ما انت مستني ايه؟ ابدأ حضر نفسك وخد مكانك قبل ما الأماكن تخلص، وما تستقلش بدورك مهما كان بسيط، عشان دورك مهما كان بسيط هيفرق. وحتى لو مش هتشوف أثره دلوقتي، وحتى لو مش هتشوفه خالص، بس خليك على يقين إن تغييرك لنفسك هيكون نتيجة للتغيير، سواء دلوقتي أو بعدين. هات آخرك واعمل اللي تقدر عليه، وما تستعجلش النتيجة، عشان لما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسألك عملت إيه تعرف تجاوب. بس كده يا سيدي. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك.